قال تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. سورة الرعد 41. أما قوله أولم يروا فهي توحي أن ما سيتم سرده هو تفسير لشيء تمت مناقشته ولم يتوصل إلى نتيجة، أو أن ما تم مناقشته أو تفسيره كان خطأ في قضية معينة. والصحيح هو ما يتبع أو الآتي، ومن خلال الإطلاع على ما سيتم سرده من حقيقة علمية هو بخصوص جاذبية الأرض، والتي أثبتها نيوتن نظرا فقط على أساس أن للأرض جاذبية، ولما قال: أولم يروا ما يؤكد خطأها، حيث ما هو مؤكد لديه هو العكس تمام، حيث أن للأرض تنافر والجذب ما هو إلا نتاج ضغط الأكسجين المحاط بالغلاف الجوي. فالتفاحة التي سقطت أمام نيوتن والتي على أساسها بنى نظرية الجاذبية لم يكن سقوطها إلا بسبب الدفع الناتج عن الأكسجين، والذي ينتج عنه ضغط يتسبب بدفع الأشياء الموجودة على سطح الأرض إليها، والذي تم حفظه بالغلاف الجوي من الاندثار علاوة على زيادة دفعه للأكسجين لاستقرار المواد وبقاؤها على السطح، حيث أن من المعروف أن المواد إذا خرجت عن مجال الغلاف الجوي حيث لا أكسجين فإنها تطفو، وكما هو الحال في بعض النجوم والكواكب فإنها لا تستقر على سطح أي منها شيء، وذلك لعدم وجود أكسجين محاطا بغلاف جوي يجعلها مستقرة كما أسلفنا. وليس ذلك فحسب، بل التنافر الناتج عن الكواكب والنجوم القريبة من الأرض والذي تم ضبطه أكثر بالغلاف الجوي، لكن ما هو واضح لدده هو أن هذا الاستقرار يتأثر في حال تم تغطية سطح الأرض بمواد غير التربة، ما يجعل ارتطام الأشياء عليها أشد نتيجة حجب بسيط لقوة الدفع الناتج من الأرض، والذي جعله الله من أجل تخفيف ارتطام الأشياء عليها رحمة منه. حيث من المعلوم هو أن خطر الحوادث في الطرق الترابية أقل من تلك التي تحدث في طرق أسفلتية، وذلك بسبب طبقة الأسفلت التي حجبت دفع الأرض، وهذا ما أكده السياق بعد ذلك بقوله أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فلفظ نأتي توحي أن ما يأتي إليها بإذن الله من أعلى، وقال ننقصها بمعنى نقلل من دفعها للمواد. وحيث ما هو معروف لدى الجميع أن أطراف الأرض مغطاة بالثلج، حيث القطب المتجمد الشمالي والقطب المتجمد الجنوبي، حيث الجليد يمنع إلى حد ما قوة الدفع للأشياء من قبل الأرض، فإذا يكون دفع الأكسجين المحاط بالغلاف الجوي علاوة على الدفع الناتج عن الشحنات القادمة من الكواكب القريبة من الأرض أكثر. وقد استخدم القرآن الكريم لفظ أن نأتي الأرض، ما يدل على أنه لولا غطاء الجليد في طرفي الأرض لاستحالت العودة إلى الأرض مرة أخرى من قبل رواد الفضاء أو أي شيء آخر خرج عن نطاق الغلاف الجوي. ومن انحناء الصاروخ الفضائي ناحية أحد القطبين عند انطلاقه إلا زيادة تأكيد على أن انخفاض قوة الدفع من قبل الأرض في تلك الوجهة وزيادة ضغط الأكسجين أدى إلى ذلك، والذي عبر عنه القرآن الكريم بمواضع أخرى بالعروج، وهو الصعود بشكل منحني أو مائلا قليلا. قال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. ووفقا لهذا النص فقد يكون هناك كواكب أخرى حالها حال الأرض.